وخلق الله عز وجل سيدنا آدم، وعشان هو مخلوق مختلف وعليه حمل كبير، ربنا سبحانه وتعالى كرمه وأسجد ليه أعظم مخلوقاته، وهيأ له كل أسباب الحياة، وسخر له الكون كله يخدمه. وبدأ اختبار الحياة عشان تقام الحجة ويتحقق العدل. وعشان يبقى اختبار، ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه الخير والشر والبلاء والعافية والموت والحياة، كل ده فتنة وامتحان عشان يبان الحق من الباطل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. لكن مع عظمة الأمر وخطورة الامتحان، ومع إن كل إنسان أخذ فرصة كاملة في الحياة، إلا إن ربنا سبحانه وتعالى أبى إلا أن تسبق رحمته غضب. فساعدك في الاختبار ده مساعدة عظيمة جدا، لدرجة إنه فعلا كأنه اختبار معاه كل الإجابات. أقام ربنا سبحانه وتعالى فطرة للوصول إليه في قلوب عباده. مفيش حد في الدنيا دي كلها إلا وهو بيدور على ربنا سبحانه وتعالى، حتى وإن أنكر ده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث، يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينه. وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الفطرة اللي هي الإسلام والتوحيد والعبودية الخالصة. وبعدين عشان تفضل شايف أثر قدرة ربنا سبحانه وتعالى ليل نهار، ملأ الكون بما لا يحصى من الآيات الدالة عليه سبحانه وتعالى. في كل نظرة عين منك هتشوف آية، في كل لحظة تفكير هتشوف آية، مع كل تأمل هتنبهر بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. كل ده عشان توصل له وتفهم قدرته، وعشان تتأمل وتصحي الفطرة اللي جواك وتفتكر العهد والميثاق اللي كان بينك وبينه سبحانه وتعالى. وعشان ربنا سبحانه وتعالى يثبتك وياخد بإيدك إليه، بعت لك الرسل وأنزل معهم الكتب عشان تبقى حلقة وصل بينك وبينه، ويرسم لك الطريق اللي هتفضل عليه لحد لما تقابله. ومع كل ده، ومع إن العدل إنك تتحط في الاختبار وتوصل فيه لربنا سبحانه وتعالى لوحدك وتتحاسب على كل أفعالك، ربنا سبحانه وتعالى هيأ لك أسباب نجاح في الاختبار ما تتعدش الحقيقة. عشان تضمن النجاح مبدئيا، ربنا جعل العدل اللي بيحاسبك بيه فضل مبين. يعني ايه؟ يعني الحساب اللي ربنا اختاره لنفسه سبحانه وتعالى انه يحاسبنا بيه، هو ان الحسنة ب10 والسيئة ب1. ولو فكرت في سيئة وما عملتهاش تكتب حسنة. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ده العدل اللي ربنا سبحانه وتعالى اختار انه يحاسبك بيه. ووصل الأمر إنه يديك حسنة على ابتسامة تضاح على وجهك وانت بتقابل أخوك المسلم، وسمح لك تعيد الامتحان كل شوية بعدد لا نهائي، لما دلك على الكفارات والاستغفار والتوبة. وعلمنا ربنا سبحانه وتعالى عشرات الأعمال كلهم مجرد كلام تقوله من غير أي تعب يغفروا كل ذنوبك. ده غير الصلاة ورمضان وليلة القدر والعمرات والحج والصدقات، ويغفر لك ذنوب وتقصير وتفريط السنين بكلمة أستغفر الله من قلبك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال لك لما تتوب وترجع، كل السيئات اللي عملتها قبل كده في حياتك هقلبها حسنات. سبحان الله. والله يريد أن يتوب عليكم. ونادى ربنا سبحانه وتعالى على المسرف المفرط وقال له: يا عبادي، عشان ما يقلقش أو يقنط من رحمة ربنا. وفرح المولى عز وجل بالتائب وأقبل على الأواب وغفر الزلات وقبل العذر وستر العيب وأغرق بالنعم وحفظك بالليل والنهار. والله يريد أن يتوب عليكم. ولما اقتضت مشيئته وحكمته في الخلق سبحانه وتعالى إن من ضمن الاختبار بلاء أو هم أو غم،
جعل كل ده تكفير للذنوب، وأنزل معاه اللطف، وأعانك على الصبر، وأعطاك مقابل التعب ده عطاء بغير حساب في الآخرة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله يريد أن يتوب عليكم. ولما اقتضت حكمته وتدبيره في أمور خلقه سبحانه وتعالى أن يكون موجود بين العباد المريض واليتيم والمظلوم والجائع والفقير والمسكين، ربنا سبحانه وتعالى أمر خلقه بالعناية بهم وأجزل لهم في ذلك العطاء. فأمر ربنا سبحانه وتعالى بأن نعود المريض ونطعم الجائع والمسكين ونعتني باليتيم وننصر المظلوم. وكتب ربنا سبحانه وتعالى أعظم الأجر للمبتلى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكتب أجر اللي بيساعده سبحانه وتعالى. ولأن ربنا سبحانه وتعالى بيحبك مش بس علمك الدعاء، لا ده أمرك بيه، لأنه يحب أن يغفر ويرحم ويعطي سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. عرفت ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليه؟ ما خلق الله عز وجل إلا ليرحم ويغفر ويعفو ويعذر ويسامح ويدعى ويسأل، ويجازي عباده بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، ولكن أبى أكثر الناس إلا كفورا.